السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعيني على المطبخ وأسراره. دي قناة يا بنات وأنا غادة. دي قناة المطبخ وأسراره، ده اللينك الجديد بتاعها. أهلا وسهلا بيكم. بيكم انتوا عيلتي الجميلة الكبيرة، بحبكم جدا، بحب كل مشتركيني، بحب كل متابعيني. عايزة أقول لكل الناس تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان القناة الأساسية بتاعتي يا بنات أم جنى قفلتها. عشان الفيديو اللي انا نزلته عن عيادة الدكتور. فدي قناة المطبخ واسراره. يلا بسرعة بسرعة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ولايك للفيديو لو عجبك، وتعالوا نبدأ بسرعة 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 على عالم اليوتيوب. وهنشوف النهاردة، وعندي سؤال محيرني يا بنات. هو مازن جوز ام جنى اللي بيطلع في الفيديوهات، هي ام جنى ليها متابعين ما شاء الله كتير يعني. وبتعمل فيديوهات وبتعمل محتوى على اليوتيوب من مصر. ف يعني انا شايفة ان جوزها معاها في الفيديوهات على طول على طول على طول على طول. هو يا مازن انت بتشتغل ايه؟ معلش انا عايزه اعرف، بس هو كل راجل في الحياه له شغله، يعني معروف من المعروف ان الراجل بيصرف، بينزل يشتغل له شغل، والست بتقعد في البيت اذا لم ما لهاش شغل، يعني ما لهاش شغل بره ما بتشتغلش، بتشتغل ست بيت. ده يعني ايه القاعده الاساسيه. ممكن يكون الست بتشتغل تمام. طيب انت بقى مازن بتشتغل ايه؟ معلش اصلا انت على طول على اليوتيوب قدامي، على طول على طول على طول، ويعني عامل زي المرمطون في ايديها. يا بنتي يا بنتي، انا مش عارفه. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه قال الرجال قوامون على النساء بما انفقوا. انا شايفه ان في حالتك انت يا ام جنى النساء قوامون. انا شايفه ان في محتوى قدامي، محتوى سيء جدا. الراجل راجل والست ست، الراجل راجل والست ست. يعني معلش يكون في احترام شوية، لأن النموذج اللي انت مطلعاه أو المحتوى اللي انت مطلعاه للزوج والزوجة محتوى سيء. انت عمالة بتشتمي في ميتين الراجل ليل ونهار، ونهار وليل، وعاملاه زي الخدامة في ايدك، روح تعالى تعالى روح. طب انت دلوقتي ايه المحتوى بقى اللي انت بتقدميه؟ ده محتوى زبالة، معلش يعني. محتوى زبالة وشكل سيء جدا جدا. وانا مش عارفة مباحث الانترنت تايهة عنك فين يا حبيبتي. الراجل والست كنموذج في البيت بيبقى في احترام بينهم، في احترام متبادل. الست بتحترم الراجل والراجل بيحترم الست. انما انت جايبالي فيديو مفهوش اي احترام خالص، وتقديم محتوى سيء جدا. يا مازن ايه يا حبيبتي؟ انا حاسه ان انا يعني بتفرج على حاجه بيئه. انا معرفش هما مستحملينك ازاي بجد. الالافات دي مستحملاكي ازاي؟ انا ما استحملتش اشوفك 5 دقايق. في طريقة تعامل كده بينك وبينه، زي ما يكون مرمطون عندك. هو بيشتغل ايه؟ انا عايزة اعرف هو بيشتغل ايه. شغلته ايه على المدفع؟ بررم ولا ولا شغلته ايه؟ بجد محتواكي سيء جدا. يا مازن روح، يا مازن تعالى، يا مازن هات، يا مازن حط الاكل، يا مازن هات الاطباق. يا بنتي مازن ده تعب، مش كده تعبتي مررتي. بالراحة بالراحة علينا، بالراحة علينا. فكري في محتواكي تاني، بلاش تبقي كلبة فلوس. بجد اي هبل اي هبل يا بنات نصوره والناس تتفرج. بجد الزبالة اتعمل منها مشاهير. يعني بره بياخدوا الزبالة يعملوها منتجات، وبتيجي الزبالة بتاعت بره دي، البلاد اللي هي الأوروبية دي بياخدوا الزبالة يعملوا منها منتجات. احنا هنا خلينا الزبالة مشاهير. مش ممكن. طب ما نقتدي بالدول الأوروبية، نعمل من الزبالة دي صناعة معينة نستفيد بيها. إنما احنا دلوقتي استفدنا ايه من يا مازن رايح يا مازن جاي؟ احنا استفدنا ايه؟ معلش يعني. بيشتغل ايه على المدفع؟ ايه يا حبيبتي؟ وبعدين انت عملت فيديو تقريبا انت حامل وراحة للدكتور، اخدتي العيلة كلها ورحتوا لدكتور النساء، صورتوا عند دكتور النساء. يا شيخة عيب عليك، اتقي الله. انا ذنبي ايه ان انا اشوف الحجم ده كله؟ انت حجمك مبالغ فيه بصراحة.
الحجم ده كله، ال200 كيلو دول نايمين قدامي متمددين على ترابيزه الكشف. طب انا استفدت ايه لما انت نايمه على ترابيزه الكشف؟ انا استفدت ايه حضرتك؟ انا ما استفدتش اي حاجه لما شفتك نايمه على ترابيزه. عيب عليكي يا وليه، عيب عليكي. رجاله مصر كلها يشوفوكي وانت نايمه على ترابيزه الكشف. الحاجات دي حاجات خاصه يا جماعه، الحاجات دي حاجات خاصه يا جماعه، ما هيش كده. انا هعمل فيديو تاني عن عيادة النسا، واوريكم ازاي احنا بنصور في عيادات النسا والدكتور قاعد وبيصور النونو ايه يا حاجة، ربنا ينتعنا بالسلامة ان شاء الله من تحت ايديكي. يخرب بيت محتواكي، محتوى سيء جدا. وهفضل اقول محتواكي، اسفة، محتواكي سيء جدا جدا، محتوى سيء، رديء. انا ببلغ عنك مباحث الانترنت وهفضل اقول محتواكي زبالة. يا جماعة يا جماعة، احنا استفدنا ايه من فيديوهاتها؟ نفسي افهم ايه بقى الفايدة اللي طلعت علينا منها. في نهاية الفيديو هتوحشوني جدا جدا. نتقابل في الفيديو الجاي، وما تنسيش اللايك والتعليق على الفيديو حبايبي. توحشوني جدا جدا، بحبكم جدا جدا جدا. مع السلامة.